يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة السلام الفضائية يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم مجددا في هذا اليوم الطيب المبارك، ومع لقاء جديد من برامجنا قضايا أريتريا. في بداية اللقاء يطيب لنا ويسعدنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبالمشاهدين. أهلا وسهلا. المشاهدون الكرام، ومن ضمن ما نتناوله في هذا اللقاء عن موضوع مهم يهم كل المستمعين والمشاهدين الكرام، بما يتعلق في الإعلام في أريتريا وتحديات الواقع. لا يخفى ما للإعلام من دور حيوي في تشكيل الوعي وتحقيق التواصل ونشر المعرفة وتعزيز التنمية. للإعلام أهمية كبيرة في حياة المجتمعات قديما وحديثا، ومن خلال لقائنا هذا نتناول هذا الموضوع الهام الحيوي، وذلك حتى بإذن الله نكون على معرفة وما هو موجود وما أيضا يمكن أن يكون هنالك ملاحظات، وكيف يمكن أن يكون لهذا الإعلام دوره الحيوي في بلادنا. في بداية الحديث لعلنا من الضيف الكريم أن يحدثنا عن الإعلام في أريتريا من صحافة وإذاعة، يعني خلفية كيف كان هذا الإعلام وما هو وكيف كان، ومن ثم نواصل إن شاء الله في باقي جوانب الحديث. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لموضوع الإعلام يكتسب أهميته عموما من أن الإنسان هو كائن اجتماعي، وهذا الكائن يتواصل مع من يشبهونه. فالإنسان يتواصل مع الإنسان بوسائله المختلفة، سواء كان تواصلا بالكلمة أو تواصلا بالإشارة أو تواصلا بالصوت والصورة إلى غير ذلك. فعلى كل إنسان كائن يتواصل مع الآخرين ولا يحاول أن يعزل نفسه. ومن هنا جاءت حقيقة أهمية الإعلام. وكلما كانت البشرية تطورت وسائل اتصالها، كلما كان ازداد الإنسان في تواصله مع بني الإنسان. فاليوم تقريبا وصلت البشرية قمتها فيما يتعلق بعملية التواصل التي تسمى الآن التواصل الاجتماعي من خلال عملية الشبكات المختلفة. وكل ما استطاعت جهة ما أن تتحكم في وسائل هذا التواصل، كلما استطاعت كذلك التحكم في اتجاهات البشر وفي صناعة الرأي العام وفي صناعة التوجهات وفي رسم القيم وفي تكريس أفكار ومفاهيم معينة. وبالتالي الإعلام بلا شك له أهميته القصوى. بالنسبة لإريتريا، إذا أردنا أن نأخذ الإعلام الحديث، تقريبا هو بدأ مع العهد الإيطالي. الإعلام الحديث الذي يمكن أن نتناوله بدأ من العهد الإيطالي، وكانت في تلك الفترة التركيز، يعني لم تكن هنالك الإذاعات أو القنوات الفضائية منتشرة، ولكن كان الأسلوب الموجود هو الصحف الورقية وإصدار الناس لصحفهم بمختلف اللغات. وأمامنا حقيقة مجموعة تقريبا من الأسماء في تلك الفترة. يعني كانت مثلا أول صحيفة طلعت في إريتريا كانت سنة 1928، واستمرت الصحافة في تطور مستمر وزيادة مستمرة إلى 1954. إلى هذا التاريخ تقريبا صادرة في تلك الفترة 20 صحيفة وبأسماء مختلفة. كانت اللغات المستخدمة العربية بشكل كبير، ثم التجرينيا بشكل أقل،
ثم هنالك الإيطالية والإنجليزية. تقريبا هذه كانت هي اللغات المستخدمة في موضوع الصحافة. فتجد صحيفة واحدة أحيانا تصدر ب3 لغات، تصدر بالعربية وتصدر بالتقرينية، أو تصدر بالعربية والإيطالية والإنجليزية، أو تصدر بالعربية والتقرينية. وهنالك مجموعة من الصحف، ويمكن أكثر من إذا اعتبرنا 20 هذه، 20 كلها تقريبا كان عندها العربية حاضرة. 20 كلها تقريبا العربية فيها حاضرة، لكن بعد كده يتفاوتوا في إيه؟ في الأمور الأخرى. يعني مثلا حتى تكون الصورة واضحة، مثلا عندنا اليومية الإريترية والجريدة العسكرية وبريد الإمبراطورية والجريدة الإريترية الأسبوعية ومجلة الشهر والبريد الأسبوعية وصوت الرابطة الإسلامية ومجلة أسمر الثقافية. هذه كلها كانت عربية، كانت تصدر باللغة شنو؟ اللغة العربية. يعني تقريبا في حدود 8 أو اليومية الإريترية هذه كانت تصدر بالعربية والإيطالية والإنجليزية. عندك مجموعة أخرى كانت تصدر باللغتين التقرينية والعربي، وهي وحدة إريتريا اللي هي حزب الكتلة الاستقلالية، هذا كانت تصدر باللغتين العربية والتقرينية. الجريدة الإثيوبية اللي هو حزب الانضمام إلى أثيوبيا كان يصدر باللغة العربية واللغة التقرينية. نور إريتريا اللي هي حزب الانضمام إلى أثيوبيا كان يصدر أيضا باللغة العربية والإثيوبية والتقرينية. إريتريا الحرة أيضا، حزب إريتريا الحرة كان تصدر صحيفته بالعربية والتقرينية. إلى هنا لاحظ الآن نحن إلى هذه اللحظة نحن في 1949، من 1828 إلى 1949. تعال بعد كده جريدة الغرفة التجارية الإريترية كانت تصدر بالعربية والإيطالية والإنجليزية. نعم. هنا ما كان تصدر باللغة التقرينية، دي كانت تصدر 1951. صوت إريتريا الرابطة اللي هو صوت إريتريا للرابطة الإسلامية كانت تصدر بالعربية والتقرينية 1952. الاتحاد والتقدم اللي هو حزب انضمام كان 1952، يبدو أيضا كان يصدر باللغة التقرينية، لكن ما متأكد هل كان يصدر بالعربي أم لا. الغازية الإريترية هذه كانت 1953 كانت تصدر فقط بالعربية. عندنا الزمان، صحيفة اسمها إيه؟ صحيفة الزمان كانت في 1953 تصدر بالعربية والتقرينية. مجلة المنار وهي مجلة خاصة كانت تصدر بالعربية، وكأنما متأثرين كانوا بمجلة المنار لرشيد رضا، كأنهم كانوا هي تصدر بالعربية كانت فقط. أخيرا جريدة الاتحاد وهو حزب الانضمام كانت 1954 كانت تصدر بالعربية والتقرينية. ده الآن خلفية بسيطة في الفترة إيه؟ ما قبل الثورة. هنا صراحة سأقف بعض الملاحظات حول إنه حجم الطفرة الإعلامية في ذلك الزمان الذي نراه زمانا بعيدا، مش كده يعني علقا مع حجم التطور الحالي بعد الاستقلال. يفترض اليوم لما واحد إريتري يقف إنه كان في ذلك الوقت في 20 صحيفة في إريتريا باللغة العربية واللغة التقرينية واللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية، اللغات اللي كانت سائدة. لما يجي الواحد يسأل اليوم هل والله نحن في إطار، يعني لاحظ الآن في محيطنا ما كان في دولة عندها بهذا الكم، حتى السودان ما كان عندها هذا الكم، إثيوبيا ما كان عندها هذا الكم. فمعنى ذلك الفترة التي كانت فيها إيطاليا وبريطانيا في عهد الاحتلال كان حجم التعبير وحجم الإعلام الورقي أكبر بكثير من العهود العهود الأخرى، سواء كان عهد الإثيوبي أو كان العهد الوطني الحالي. هذه واحدة. النقطة الثانية وهذه مهمة جدا، يدور جدل في هذه الأيام مثلا حول قضية اللغات الرسمية ما الرسمية. وكأنما يتصوروا بأنه والله موضوع العربية فرض في البرلمان في البرلمان الإريتري والاعتبارات سياسية. أنا أقول إذا اعتبرنا والله في تلك الفترة البرلمان الإريتري كان في الخمسينات، طيب أنا عندي من 1928 إلى 1949 قبل الخمسينات عندي كان الصحف تصدر باللغة العربية والتقرينية، وعندي الأكثر منها اللي هي الصحف الأكثر كانت تصدر بالعربية. إذا ما الذي جعل في ذلك الوقت بعيدا عن أي
منظومة سياسية خادمة للغة العربية. يعني لا الإيطاليين أنا أتصور كانوا يفضلوا العربي، ولا الإنجليز كانوا يفضلوا العربي، ولا غيره. نابعة من قناعة ذاتية لهذا المجتمع إنه هذه لغتهم، نعم، تعبر عن ثقافته، تعبر عن دينه، تعبر عن هويته، مش كده؟ جميل. فهذه مسألة لا بد أن نلتفت إليها. وبالتالي الحديث عن إنه والله يا أخي هي كانت الذين يطالبون بالعربية هو استلاب ثقافي أو هو تأثر بالعرب، هذا كلام ينفيه واقع إيه؟ واقع الحالة الإريترية، ويتجاهل هذا الواقع الذي عبر في تلك الفترة عن إيه؟ ولو تركت في تقديري، لو تركت الحالة تتطور بشكلها الطبيعي لرأينا اللغتين الرسميتين التي نتكلم عنهما الآن في إريتريا، اللغة العربية واللغة التقنية، أخذت مدارها بشكل إيه؟ بشكل طبيعي دون أن يكون هنالك أي شكل من أشكال الشعور النقطة الثالثة، نلاحظ بأنه أول ما دخلت إثيوبيا وضمت إليها إريتريا قسرا، هنا نلاحظ حصل عملية التراجع في الصحف، وبالتالي كتم الأنفاس وكتم أدوات التعبير ومصادرة الصحف، ولم يسمح بأن تكون هنالك أدوات إعلامية بشكل كبير. طيب لحد هنا الآن 54 دي مرحلة ما قبل إيه؟ إعلان الثورة الإريترية. طيب جاءت الثورة الإريترية. مرحلة الثورة عبرت عن ما يمكن أن نسميه بالإعلام الفصائلي أو إعلام التنظيمي. فجبهة التحرير الإريترية، الجبهة الشعبية للتحرير الإريترية، قوات التحرير الشعبية، أي فصائل، حتى لما جاءت الحركة الإسلامية الإريترية، كل هذه المكونات بدت بعد كده عندها أدوات إيه؟ أدوات الإعلامية. وغالبا إلى هذا الوقت أيضا إلى الثمانينات كانت الحالة حالة إيه؟ حالة ورقية، يعني تصدر صحف، أحيانا بعض التنظيمات تصدر صحف في الخارج، مثل الصحف مثلا كانت تصدر في بيروت، بعض الصحف كانت تصدر في الميدان، بعض الصحف كانت تصدر في السودان، بعض المنشورات أحيانا منشورات إعلامية تصدر في السودان لتنور الناس. إذن في المرحلة بتاعة الثورة أخذ الإعلام طابع إيه؟ طابعا أيضا فصائليا تنظيميا، كل تنظيم يحاول أن يعبر عنه. دخلت معنا في مرحلة الثورة الإذاعة. الإذاعة دخلت كحالة على كل من الحالات التي أيضا إيه؟ وأكثر ربما أكثر التنظيمات التي حاولت أن تستثمر في الإعلام وخاصة فيما يتعلق بالإذاعة هي الجبهة الشعبية من خلال الإذاعة المعروفة اللي هي صوت الجماهير الإريترية. هذه كانت واحدة من الأدوات الإعلامية التي كان لها تأثير على الأقل، خصوصا بعد خروج جبهة التحرير الإريترية من الميدان، أدى إلى ظهور الجبهة الشعبية بهذا الصوت المعروف اللي هو صوت الجماهير، وكان باللغات الإريترية المختلفة. وبالتالي هنا ظهر معنا صوت إيه؟ صوت جميل. دخلنا إلى إريتريا وانتهت مرحلة الثورة وتحولنا إلى مرحلة إيه؟ مرحلة الدولة الإريترية. الدولة الإريترية إلى 1998 صحيح إنه الإعلام الرسمي ظل الإذاعة صوت الجماهير، والتلفزيون الرسمي، والصحيفة الرسمية اللي هي أيضا صحيفة ورقية تصدر باللغة العربية وتصدر باللغة إيه؟ باللغة التقنية. فإذا الإعلام الرسمي عنده صحيفتين، وعنده قناة فضائية، وعنده أيضا إذاعة إيه؟ فالقناة الفضائية متاحة فيها فرصة لأكثر من لغة ولكن بتفاوت. يعني ممكن تلقى العربية موجودة، تلقى التقنية موجودة، ممكن تلقى لغات أخرى، لكن اللغات غالبا محصورة في إيه؟ في الفلكلور الشعبي، في موضوع الجانب الثقافي، ولكن لن تجدها مثلا بصورة واسعة ومتكافئة في نفس الوقت. يعني ستجد أن اليوم لما تنظر أنت إلى القناة الإريترية تخرج بانطباع بأن والله هذا البلد الغالبية فيه والشيء الرسمي فيه هو اللغة إيه؟ هو اللغة التقنية. هذا الانطباع الذي تعطيك إياه القناة إيه؟ القناة. بينما رسميا لو جيت والله تشوف النظام السياسي أو حتى الدستور الإريتري لا يعترف بشيء اسمه لغة رسمية واحدة، هو يقول اللغات الإريترية لغات إيه؟ متساوية. فلما تأتي عند التطبيق للغات المتساوية لا تجد هذا الموضوع مطبق فيه بالتساوي مثلا في الجانب الإعلامي. نأتي إلى هذا الموضوع الخاص بالداخل على الأقل لكن خلينا نقول إلى 98 نشأت مجموعة من الصحف في داخل إريتريا، جزء منها إعلام رياضي، جزء منها إعلام ثقافي، يعني مجموعات على كل من الشباب. والدولة كانت في ذلك الوقت قضت الطرف عن إيه؟ عن هذه الصحف. سنة 2000 ضربت الطوق على الجميع، اللي هو بعد مجموعة ال15
هو تم اعتقال مجموعة 15 اللي حاولت على كل تعترض على سياسات النظام وكذا من داخله طبعا. هنا ضربت كل المجموعات اللي كان عندها صحف أيا كانت هذه الصحف ضربت، وبالتالي نحن الآن أمام صحيفة إيه؟ صحيفة إريتريا واحدة تعبر عن الحزب الحاكم أو تعبر عن السلطة المهمة القائمة. هذا فيما يتعلق بالتطور الإعلامي عموما في داخل إريتريا باختصار. ممكن بعد ذاك إن شاء الله يتم الحديث عن قضية الإعلام الإريتري في الخارج، دي قصة أخرى يعني. شكرا حقيقة على هذه الخلفية اللي حقيقة تجعلنا يعني نعيش كيف كانت يعني إريتريا في ذلك الوقت. ومن المفارقات يعني العجيبة أنه يعني في الاستعمار يكون في الفترات السابقة هذا الزخم من الصحافة التي ربما يعني كنا سابقين يعني لمحيطنا حتى لكثير من الدول نستطيع أن نقول العربية. ثم يا ترى يعني نكون في عهد الحرية والاستقلال الذي يعني هو مدعاة حقيقة للانفتاح ولوجود إعلام حقيقة يعكس كثير مما يتطلع إليه المجتمع. ولكن مع الأسف يعني ما الذي حقيقة يعني يجعل الوضع هكذا فضيلة الدكتور؟ يعني حقيقة صحيفة واحدة وإذاعة واحدة وتلفزيون واحد، وفي الوقت الذي أيضا يعني نحن نعيش هذه الأحادية في جميع يمكن مرافق، حتى في الانترنت الذي نحن الآن في عصره يعني الذهبي نستطيع أن نقول الإعلام. يعني يمكن النظام وزير إعلامه يعني يبين أنه أريتريا في 20% يعني مما يغطي مما هذا الفضاء الإعلامي يعني كخدمة. وفي ربما الآن يعني هذه حتى النسبة هذه في 2025، إنما في السابق قد يكون الوضع صفري يعني حقيقة. في رأيكم يعني الآن في ربما أنه في نية لانفتاح في هذا المجال؟ يعني هل هم كانت مرحلة بالنسبة لهم تقتضي هذا الإغلاق يعني فمارسوا هذا الاتجاه؟ الآن بحكم أيضا يعني بعد وسائل الفضاء اقتحامها عليهم يريدون أن كما يعني يصرح وزير الإعلام أنه يريد توسيع هذه الخدمة. تعليقكم فضيلة الدكتور على يعني هذه السياسة التي مورست في إريتريا مما هو من حقيقة من المتناقضات مع الاستقلال مفترض الانفتاح وأن يكون الإعلام خادم لتطلعات الشعب. فبماذا تفيدوننا في هذا الصدد؟ هو خلينا نقول بأن النظام في إريتريا من حيث المنظومة الفكرية ينتسب إلى المنظومة الشرقية اليسارية الشيوعية التي تقوم على نظام شمولي لا ترى أصلا التعبير لغير أصحاب الفكرة الحاكمة. أو دي وحدة يعني. ولمصادفة الأقدار أن في اللحظة التي سقطت فيها الاتحاد السوفيتي أتيحت لنا نحن أن تتاح لنا الاستقلال على أيدي عناصر محسوبة على كلنا على الفكر اليساري. فهذه أول واحدة. وبالتالي إلى الآن النظام لم يستطع التخلص من هذه الحالة. النقطة الثانية أيضا النظام عنده مشكلة يمكن أن نسميه بالشوفينية التجرينياوية، بمعنى الانقلاق الداخلي على مكون بعينه. وبالتالي لو فتح المجال ستكون عملية التفاعل ليست مفروضة من طرف واحد. هو يريد أنه والله عنده فكرة الشعب الواحد اللي هو شعب واحد قلب واحد، هذه لا يمكن أن تتم إلا من خلال أنه هو الذي يتحكم في أدوات الإعلام وأدوات التوجيه. وهنا نلاحظ أنه والله عنده قناة واحدة، عنده صحيفة واحدة، عنده معسكر ساوى يبرمج من خلالها هذا المجتمع نحو بوصلة واحدة، وهي بوصلة ثقافية واحدة. على الأقل على مستوى اللغة هو يريد أنه والله الشعب الذي كله يندمج في حالة دون أن يقول بأنه والله التجرينية لغة رسمية، لكنه عمليا هو يفرضها بهذا الشكل. النقطة الثانية دائما الذي ينظر إلى نفسه بأن أطروحته وبرنامجه لا يقوى على منافسة الآخر إذا أتيحت له الحرية أيضا يخشى ويكون في حالة من الخوف. وهذه واحدة من الإشكالات أيضا يبدو لي في إريتريا. هو يشعر بأن النظام بأنه والله يا أخي هنالك محيط عربي وإسلامي يحيط بالمنطقة ويحيط بإريتريا،
وهذه الثقافة إذا فتحت لها المجال الثقافة العربية والإسلامية ستكون لها على الأقل الحضور الأكبر في داخله، فهو أيضا يخشى من هذا. فعلى كل، فكرة الخوف والتي تسيطر عليه بشكل كبير جدا يبدو لي عامل أساسي في أنه لا يتيح الفرصة للحريات. الجانب الثاني، أنت اليوم تقريبا من سنة 2000 بعد ما تم تجميد الدستور وإقلاق يعني أو اعتقال كل المعارضين حتى من داخل النظام أو أصحاب الرأي الآخر من داخل النظام، نحن أمام مشهد تقريبا يسيطر فيه، لا أقول حزب واحد، لأنه الحزب الواحد أحيانا أرحم بكثير من الفرد الواحد. أنه داخل الحزب ممكن تكون في مجموعات نعم. مجموعات تتفاعل، وهذا ما رأيناه حتى داخل الجبهة الشعبية قبل أن تحصل فيها هذا النوع من الاختزال والابتذال اللي هي انتهى إلى شخصية الرئيس. كان في آراء دخلت في فترة 98 وفترة من 97 على الأقل لما حصل عملية الدستور ووضع الدستور، كان هنالك اتجاه على الأقل لإيجاد نمط من أنماط التعددية المقيدة، كان في فكرة أحزاب، كان في اتجاه للتطور. هذا الدستور نفسه الذي تم تقريبا التصويت عليه 97 فيه كثير مما يتعلق بحرية التعبير، فأنت عندما تلقي الدستور وتلقي معه حرية التعبير أيضا لا مجال بعد كده أن نتحدث عن عن هذا الجانب. الجانب الثاني في جانب أيضا خلينا نقول جانب تقني أو جانب فني أو جانب مادي، وهو أن الاتصالات بشكل عام ووسائل التكنولوجيا الحديثة إلى حد كبير إذا ما أتحت فرصة للمجال الخاص اللي هو الشركات الخاصة وظلت الدولة وحدها هي المهيمنة على هذا المجال، لا يتطور هذا المجال. يعني لو ضربنا نموذج مثلا بالسودان، السودان تطورت فيه حالة الاتصالات لما دخل شركات خاصة، شركة زين، شركة ايش اسمها الثاني، ايوه 3 4 شركات، ايوه MTN، أكثر من شركة تتنافس في هذا المجال، وبالتالي تتسع رقعة التطور. لكن أولا النظام لا يريد هذا الجانب، والنقطة الثانية برضو حتى لو افترضنا أنه يريد هو يتحكم فيها بهذا الشكل. حاليا على كل، إذا قلنا بأنه وصل بعد 35 أو بعد كم 30 سنة وصل إلى 20%، فمعناها على كل نحن أمام فترة طويلة ليصل بنا إلى 50% وهكذا، إلا أن يعتبر أنه والله زي ما تفضلت الناس بعد كده حتتجاوزوا أصلا، تتجاوزوا بأنه الفضاء نفسه الآن صار لا تستطيع أن تتحكم فيه الدول، ولا أنا مقيد بأنه والله الفضاء أدخله عبرك، في الأمور ماشية على كل بشكل سريع. وأعتقد الدكتاتوريات والأحزاب الشمولية التي لا تريد للآخر أن يكون له ساحة في التعبير وساحة في التواجد، هذه يبدو لي ستفرض على كل نفسها، والناس ستتجاوز هذا النوع من الأداء. بارك الله فيكم. حقيقة تبقى أهمية النظرة للتعددية يعني الثقافية والاجتماعية، يعني أهميتها في رسالة الإعلام يعني. فهل على القطاع الإعلامي أيا كان، يعني حقيقة حكومي أو قطاع أهلي، ما أهمية إنه النظرة لهذا المكون؟ يعني أنت تفرض عليه، يعني زي ما بالنظام حاصل الممارسات توحي حقيقة، أو يعني هي هكذا واقعية أنه هنالك يعني فرض لتوجه يعني تقرنا مثلا كما يعني نعيشها بكل وضوح، لكن المفترض ماذا يمكن يعني ينبغي أن يكون في رسالة الإعلام مع التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي؟ بارك الله فيك. وعلى كل حرية التعبير الأصل فيها أن يتاح للناس أن يعبروا عن ذواتهم، يعبروا عن هويتهم، يعبروا عن ثقافتهم، يعبروا عن أشعارهم، يعبروا عن كل ما عندهم من، يعني أنت الآن بتتكلم عن أنه والله يا أخي، ودي واحدة من النقاط طبعا التي أحب أن أنبه إليها، الجبهة الشعبية كانت تؤمن على أنه والله القوميات الإريترية 9 كده يعني، ثم كانت تقول اللغات الإريترية متساوية، مش كده؟ سبحان الله، لما دخلت أو من أوائل القرارات اللي أصدرتها لما دخلت أسمرة، هي خشيت بأنه والله هذا الموضوع يتحول إلى مطالب سياسية، فطلعت مرسوم في التسعينات إنه موضوع اللغات وموضوع القوميات هو موضوع ثقافي وليس موضوع سياسي، بمعنى أنك أنت لا تستطيع أن تحول هذه الحالة إلى حالة شنو؟ حالة سياسية، فتلقائيا هو ضرب عليك طوق، ثم بعد كده ما دام هو تحكم فيك سياسيا يستطيع أن يتحكم فيك ثقافيا. بالضبط. وضحت؟ ما دام أنا والله خلاص أنا سياسيا أنت لا تطالبني بحقوق لهذا المكون الثقافي أو لهذه المجموعة الثقافية، لا تطالب لها باستحقاقات سياسية، وبالتالي أنت فقط
في التعبير الثقافي. طيب خلينا نقول والله أنت الآن تريد أن تعطيني الحقوق الثقافية، يفترض أيضا نظم هذه المسألة بما يتيح لي حرية التعبير الثقافي. خلاص خلينا نقول نحن السياسة أنهيناها، لكن نريد أن نعبر عن إيه؟ عن ثقافتنا. هل مشى النظام حتى في هذا الجانب رأى بأن التعبير الثقافي يكون من خلال القناة الواحدة؟ يعني أنت لا تستطيع الآن تقول والله أنا أريد أن أصدق صحيفة ناطقة بالتجري أو صحيفة ناطقة بالبليل أو صحيفة ناطقة بالساهو. خلاص نحن دايرين نطور الآن ثقافتنا، مش كده؟ أليس أنت ثبتت لنا الحق الثقافي؟ طيب خلاص الحق الثقافي ده أتيح له حرية التعبير، أيضا هذه يخشى منها فيريدها عبر القناة. شنو؟ هو فقط الآن ماذا يفعل؟ هو يستثمر في هذا إنه أنت موجود من خلال التلفزيون، من خلال هنا، والتلفزيون نفسه الثقافة في النهاية انتهت إلى إيه؟ انتهت إلى الرقص. مع أنها الثقافة ليست هي فقط إنه والله الرقص والفنون، يعني هذه قد يكون جزء منها لكن ليست كذلك. فعلى كل إذا أردنا فعلا أن يكون هنالك إعلاما متطورا ونعتبر إنه هذا الإعلام يعبر عن الحالة الشعبية أو الحالة المجتمعية، يفترض أنك أنت تفتح المجال للناس، وهو ما يكلفونك ولا يلزم أن نقول بأن الدولة هي التي تطور هذا المجال. إذا كان والله الناس يريدون أن يطوروا ثقافتهم ويطوروا برامجهم، فهذا يفترض أن يكون مكفول لهم بحكم الدستور ومكفول لهم كذلك بحكم القوانين، والدولة فقط دورها هو دور تنظيم هذا الموضوع. بارك الله فيكم. حيال حقيقة هذه الأحادية التي تواجه يعني شعبنا كأهمية إعلامية ينبغي يعني أن تكون حاضرة. اتجه يعني في وقتنا الحاضر كثير من المهتمين بإبلاغ رسالتهم على الأقل للمجتمع إلى يعني من الخارج إلى يعني وجود إعلام يعني في مختلف الجوانب، سواء الصحفي أو المشاهد أو حتى القنوات مثل قناة شبكة السلام أو غيرها من كإذاعة رينا وتلفزيون أسينا وغيرها من وسائل الإعلام. في تقديركم ما الدور الذي تقوم به هذه، وهل هي يعني كافية، وكيف يمكن أن تؤدي شيء من رسالتها تجاه هذا المجتمع؟ نعم، هنا طبعا ندخل بصورة مباشرة حول الإعلام الإريتري في الخارج. طبعا لما نتكلم عن إعلام إريتري في الخارج معنى ذلك أن الداخل لم يسع الناس، وبالتالي انطلقوا من إيه؟ انطلقوا من الخارج. الصحيح أنه والله في الحالة الطبيعية أن الإعلام ينتقل إلى الداخل، وأن التعبير يكون من الداخل، وأن النشاط الإعلامي يكون من الداخل، لا حرج بعد ذلك أن تكون له فروع خارجية، لكن هذا الوضع الطبيعي. لكن نحن بالنسبة لنا الحالة مقلوبة، وبالتالي من سنة 91 أو خلينا نقول من سنة 93 اللحظة التي أعلنت فيها أو أعلنت فيها الدولة الإريترية المستقلة، القوى المعارضة التي لم ترتضي الطريقة السياسية للنظام السياسي الذي تسلم البلاد، هذه القوى ظلت سائرة في نفس ما ذكرناه في الحالة الثورية الفصائلية في مرحلة ما قبل التحرير، اللي هو كل فصيل عنده على كل وسيلة إعلامية، وهذه الوسائل الإعلامية إلى اليوم موجودة. تكاد معظم التنظيمات عندها إما مجلة وإما نشرة، يعني تارة كانت تأخذ أشكال الورقية المتطورة، وتارة تأخذ أشكال ورقية عادية، واليوم تقريبا صارت أشبه بإيه؟ يعني كل واحد بنظم مجلته أو بنظم ثم يجعلها في الPDF ويوزعها على الناس ثم ينشرها بعد ذلك في موقعه. فعلى كل عندنا الصحف لكل التنظيمات، عندنا أيضا المواقع الإلكترونية عشان نتناول اللي هنا. عندك المواقع الإلكترونية، كثير من التنظيمات عندها مواقع فيها مقالات، فيها دراسات تاريخية، فيها بحوث، فيها بيانات، فيها أهداف التنظيمات كذا، فهذه أيضا جزء من الحالة. الحالة الثالثة كما تفضلت أيضا بعضهم طور الموضوع إلى أن تكون هنالك قنوات، وإن كان موضوع القنوات لو استثنينا تقريبا تجربتين في رأيي، تجربة حركة الجهاد اللي هو كان عندها القناة اللي هي صوت الحق، نعم كده صوت الحق، إذاعة نعم. إذاعة صوت الحق، ثم بعد ذلك إذاعة الشرق، كانت هذه إذاعة أيضا مستقلة تعبر على كل عن النفس بتاعت معارضة. فلو استثنيت هذه بقية الإذاعات تكاد تكون فيما أعلم على الأقل تكاد تكون مستقلة. ممكن في أوروبا تكون بعض التنظيمات عندها على كل إذاعات ناطقة بالتجرينيا،
وتبث إلى الداخل. لكن خلينا نقول بأنه والله مثلا عندنا بعض الإذاعات اللي هي تعتبر على الأقل أول منصات البارزة. عندنا إذاعة الرنا اللي تبث من باريس، نعم. وعندنا تلفزيون اللي هو أسنا أيوه. يبث من لندن. جميل. عندنا شبكة السلام والتي نحن الآن نتكلم من خلالها، وهذه المنصة الإعلامية هذه أيضا تعبر عن حالة على كل. لكن هنالك أيضا بعض الإذاعات وبعض القنوات على كل موجودة إما بلغات أحيانا قد تكون مثلا بغير التقنية أو غير العرب، موجود على كل هذا الجانب. أيضا في الفترة اللي تواجدت فيها المعارضة إلى 2008 إلى 2018 كانت هنالك أيضا إعلام تلفزيوني وإعلام إذاعي يبث من أثيوبيا، وكانت أيضا هذه الفترة نشط فيها على كلنا الإعلام المعارض بشكل بشكل كبير. هنا خلينا نقول بأنه والله يا أخي موضوع الإعلام في الخارج الآن أكثر نشاطا وأكثر تفاعلا بسبب أنه والله هو يتواجد في مناطق حرة وفي مناطق، لكن خلينا برضو نقول بأنه احتمال كبير يكون أقل تأثيرا على الداخل. يعني مثلا تلقى اليوم القناة ما شاء الله عندها نشاط وعندها مذيعين وعندها أخبار وعندها كذا، لكن نجي نشوف والله هل فعلا مع 20% اللي أنت ذكرتها كم ستصل إلى الناس؟ مش كده؟ فيبقى في النهاية أنت أحيانا في جهود مبذولة وكذا، ربما عدد كبير جدا من الإريتريين اللي هم في الخارج أكيد سيستفيدون منها، ونحن نتكلم هنا عن شعب يمكن 50% منه في الخارج، فالجاليات ستستفيد من هذه القنوات، المخيمات اللاجئين ستستفيد من هذا، كثير من الذين على كل يتواجدون خارج إريتريا سيستفيدون من ذلك. لكن موضوع الداخل في تقديري إلى حد كبير يحتاج إلى جهود أكبر وإلى النظر في الوسيلة التي تستطيع أن تصل بصورة مباشرة إلى كل الجماهير الإريترية. وأنا أتصور على كل الإذاعات قد تكون أقرب بكثير للوصول إلى الناس من القنوات أو من موضوع الصحف والمواقع الإلكترونية. بارك الله فيكم. حقيقة مع أهمية الإعلام الحديث والإعلام الرقمي وحقيقة انتشاره في واقعنا اليوم، لكن هل تلمسون هنالك فجوة بين هذا الإعلام كإريتريين وما يسمى بالإعلام الرقمي، ورغم أهميته وانتشاره هل حقيقة لامسنا قضايانا بجمهورنا الذي يتطلع حقيقة لأن يكون على الأقل من خلال الإعلام نحن هل نستطيع أن نوحد هذا الجمهور في قضاياه التي يتطلع إليها، قضايا الكبرى يعني الحرية والحقوق وغيرها؟ أين نقف من هذه القضايا من خلال هذا الإعلام المتاح؟ يعني في وجهة نظركم لعل تضيء لنا في هذه المسألة. هو على كل أنا في رأيي من باب الإنصاف، يعني هذه الجهود التي نتكلم عنها ليست جهود تقف من ورائها مؤسسات كبيرة أو مؤسسات مالية أو حتى حشد شعبي أو قاعدة شعبية واسعة. حسب متابعاتي على كل هنالك معاناة كبيرة جدا لهؤلاء الذين نتكلم عنهم في قضايا التمويل وفي قضايا الدعم وفي كذا، يعني في إشكالية في رأيي كبير. ومع ذلك هؤلاء أثبتوا وجودهم، هؤلاء الذين نتكلم عنهم استطاعت على كل، يعني اليوم مثلا وأنت تتكلم عن قناة السلام، الآن أنت تقريبا داخل في السنة السادسة وهي بفضل الله سبحانه وتعالى، صحيح هي ليست قناة سياسية، هي قناة ذات طابع تربوي علمي حقوقي كذا، لكن ليست سياسية. ومع ذلك على كل هي تحاول أن تثبت وجودها في هذا الفضاء. جميل. هذا الفضاء تحاول أن تثبت وجودها وبفضل الله سبحانه وتعالى. هنالك القنوات السياسية في رأيي مشكلتها ستواجه تقريبا القنوات السياسية تواجه مشكلة التمويل بشكل كبير. يعني هي لا تواجه مشكلات الاعتراف، يعني إنه ممكن والله تمشي إلى دولة حرة وتستأجر جزء من القمر الصناعي وتظهر للناس على كل، لكن تواجهك المشكلة مشكلة التمويل. المشكلة الثانية مشكلة الوصول إلى إريتريا في ظل حالة حالة إشكالات الكهرباء، وفي ظل حالة إشكالات الإنترنت، وفي ظل السياسات على كل الإعلامية التي تكبل الناس. فأكيد في فجوة بطبيعة الحال، لكن في رأيي يمكن لهذا الإعلام، وخصوصا إذا ما تبلور في صورة كلية. مثلا الآن لو افترضنا أن المجلس الوطني الإريتري طور من وسائله الإعلامية واستطاع أن يوجد مثلا
قنوات مؤثرة وقنوات حاضرة في المشهد، وناشد الجموع الإريترية بأن والله تدعم هذه القنوات. أعتقد أن التأثير سيكون أكبر بكثير من القنوات التي جهودها محدودة وتمويلها كذلك محدود. بارك الله فيكم. في الإطار حقيقة الاجتماعي والخدمي، يعني الإعلام وهذه الوسائل، ألا ترون أنها يمكن أن تكون حقيقة خادمة للقيم وللعادات ولمزيد حقيقة من أن توجه يعني كثير من النقص الذي يعانيه مجتمعنا كمجتمع ينبغي الإعلام أن يكون حاضر فيه؟ كيف يمكن للإعلاميين والإعلام أن نجعل هذه المنصات منصات توحد الرأي، منصات تخدم القضايا، منصات تجمع الشمل، منصات تكون يعني منابر للحفاظ على يعني قيمنا، الحفاظ على عاداتنا، الحفاظ على تقاليدنا. ينبغي حقيقة الإعلاميين أن تكون لهم أدوار في معالجة والوقوف على كثير من القضايا التي تلم حقيقة الرأي وتجعل من الرأي العام نحو خدمة القضايا التي يتطلع عليها الإنسان الإريتري أينما كان. موضوع الإعلام إذا نظرنا إليه في أدواته واحدة، الأدوات كأدوات والوسائل هي تقريبا كل الدنيا تكاد تكون متفقة على أن والله أنت تريد أن توصل الكلمة أو توصل الصوت أو توصل الرسالة، ولكن ده إذا اعتبرنا المضمون، يعني أنه أنت تريد توصل رسالة معينة إلى المستمع. بعد كده والله إما أن توصلها بالقلم عن طريق الإعلام المكتوب، وإما أن توصلها بالصوت عن طريق الإعلام المسموع، وإما أن توصلها بالصوت والصورة عن طريق الإعلام المشاهد والمرئي. فهي في وسائله تقريبا الإعلام مشترك، لكن يختلف الإعلام في مضمونه وفي رسالته التي يحملها، الرسالة التي يعني. فهنالك الإعلام الذي يمكن أن نسميه بالإعلام الهادف، الإعلام الذي يحمل قيم، الإعلام الذي يحمل رسالة. وهنالك الإعلام الذي والله هدفه الربح مثلا، إنه والله كيف ما يمكن أن يحصل الربح فهو يسلك هذا السبيل. فتجده يتجه مثلا في الترويج، يتجه في النكتة، يتجه في المزاح، يتجه في الرياضة، ينظر إلى الوسائل التي مثلا والله تدر عليه بالمال فيتجه لهذا. لكن بالنسبة لنا حقيقة نحن نتكلم الآن عن الإعلام الهادف، الإعلام الهادف الذي يحاول أن يطور من الأداء الفكري للإنسان ويلامس كذلك الحاجة الروحية للإنسان، ويجيب كذلك عن التساؤلات الوجودية، التساؤلات الفلسفية الكبرى التي تتعلق بهذا الإنسان، حول أن والله الإنسان قلق بطبيعة الحال بجملة كبيرة جدا من التساؤلات، خاصة تساؤلات ما بعد هذه الحياة. فالإعلام الإسلامي على وجه التحديد هنا سيفارق لو تلاحظ كثير من أشكال الإعلام الذي يقف عند العتبة عتبة الماديات والعتبة الدنيوية. فتجد مثلا الإعلام المادي المعاصر والوضعي يتكلم فقط عن ما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس واللذة وكذا، لكن الإعلام الذي نريد أن ننقل إليه الناس هو ما هو أبعد من هذا الجانب. صحيح هنالك إعلام هادف دنيويا، مثلا بعض الإعلام الذي يتناول قضايا الحقوق، قضايا الحريات، قضايا الوحدة، قضايا الدكتاتوريات، قضايا الاستبداد، هذا يمكن أن يكون إعلاما نعم. إعلاما أيضا هادفا ويلتقي على كل مع الإعلام الإسلامي في كثير من جوانبه. هنا على كل ما نحتاجه في الحالة الإريترية هو كيف نلتقي على الإعلام الهادف الذي نريد على الأقل نجعل هنالك جملة من القضايا الأساسية اللي يطرق عليها الإعلام بشكل أساس. وأعتقد اليوم تكاد تكون لا توجد قضية أكثر من قضية الحرية وبسط الحريات وانتزاع الحقوق وتحقيق المشاركة السياسية لشعبنا، وأن يكون الشعب يحكم نفسه ويختار قيادته، وأن يكون هذا الشعب هو الذي يحدد مستقبله في بلده. لا أتصور بأن هنالك قضايا أهم اليوم من هذه القضايا، فيمكن على كل أن تكون هذه هي القضايا المشتركة التي يمكن أن تجمع الناس. شكر الله لكم. والحقيقة بما أنه كثير من أبناء إريتريا يعني ليس بالعدد السهل يعيشون خارج الوطن، وهؤلاء حقيقة الإعلام ينبغي أن يوليهم يعني في رسالته الأهمية القصوى. ولا شك أنه حقيقة الإعلام دور كبير في الربط، يعني وخاصة جيل يمكن أكثر من جيل الآن نشأ إلى 3 يعني أجيال يمكن هي بعيدة عن أرض الوطن، وهؤلاء وبالخصوص الأبناء وبالخصوص شريحة الشباب
ما يعني رسالة الإعلام تجاههم في الربط بالوطن وبالقيم وبالعادات والتقاليد، يعني إضافة لما ذكرتموه العناية بهذه الشرائح وكيف يمكن أن تأخذ حظها، وخاصة أن الإعلام كدولة يعني أجده بعيد، يعني ما يعيش هموم هذه القطاعات. بارك الله فيك. هذه على كل فيما يتعلق بالإعلام الهادف. نعم. وفي موضوعات هذا الإعلام عندك شريحة المهاجرين أو شريحة اللاجئين أو شريحة المغتربين، هذه أصلا أنت ستستهدفها بصورة أو أخرى لما نسميه نحن بالقضايا المركزية التي تكلمنا عنها. لكن من ضمنها ستحتاج أولا شيء أن يكون هذا الإنسان عنده نوع من الانتماء، فحيكون في عندك جملة من البرامج متعلقة بتعزيز الانتماء لهذا الإنسان تجاه وطنه وتجاه أرضه وتجاه شعبه وأمته. نعم. فهذا يعني يتناوله بطبيعة الحال الإعلام الهادف ضمن موضوعاته. يعني مثلا الآن الحمد لله هنا لو نظرنا إلى شبكة السلام ستلاحظ فيها جملة من المسارات، جزء منها المسارات الدينية، جزء من المسارات الحقوقية والقضايا، خاصة برنامج قضايا إريتريا الذي نتكلم من خلاله. في كل فترة يحاول أن يتناول قضية من القضايا ويسلط عليها يسلط عليها الضوء. فاليوم مثلا لو جينا وقفنا مع القضايا التي ذكرناها الآن، لاحظ هذه الورقة اللي تلوت منها أو قرأت منها موضوع الصحف اللي كانت من 1928. لما والله الشاب يدرك أنه والله وطنه وأرضه التي ينتسب إليها كانت إلى حد كبير متطورة ولم تكن كما هي عليه الآن، فسيشعر بأن والله مشكلة هذا البلد ليس في ذاته وليس في شعبه، ولكن المشكلة في أن هنالك سلطة سياسية تولت زمام أمر هذا البلد ولم تتح لهذا الشعب أن يظهر إبداعاته. وإلا فإنه حتى في عهد الاحتلال استطاع الشعب أن يظهر تطور هائل جدا فيما يتعلق بالصحافة وما يتعلق بالإعلام. فعلى كل هذه البرامج المختلفة، برامج المتعلقة بالهوية، متعلقة بالثقافة، المتعلقة حتى بالتاريخ، المتعلقة بنقل أجواء البلد حتى ومشكلاته، حتى يرتبط هذا الجيل الجديد، يرتبط بدل أن يكون هنالك نوع من الإدماج الكلي في الوطن البديل، يجب أن يدرك بأن والله هو في نهاية المطاف له أرض وله شعب وله انتماء. هذه كلها من البرامج على كل التي تعزز إن شاء الله حالة الانتماء وحالة الولاء لهذا البلد. وبطبيعة الحال يعني هي حالة الانتماء والولاء هي حالة متبادلة، ليست الحب لا يكون من طرف واحد. يعني كما يقولون أنت الوطن هو عطاء وإعطاء في نفس الوقت، يعني أنت هو يعطيك وأنت تعطيه، وهذا ما ينبغي أن تفكر فيه بطبيعة الحال السلطات السياسية التي تحكم أي بلد من البلدان، إنه والله تعزيز الانتماء الوطني للمواطن لا يكون إلا من خلال إنه والله تشعره بكرامته وتشعره بهويته وتشعره بأنه والله يفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الذي هو ينتسب إليه. وإلا إذا شعر بأنه والله لا، الوطن فقط يذكره في لحظة الأخذ، يذكره في الخدمة الوطنية ويذكره في الحروب ويذكره في 2%، لكن لا يبالي بعد ذلك بأوضاعه. هنا لن تكون هنالك حالة ولاء وانتماء، بل سيبحث الإنسان، إنها أعمار الإنسان محدودة، سيبحث الإنسان عن وطن بديل يستطيع أن يعيش فيه بطريقة أخرى حتى على كل تنتهي مدته الزمنية في هذه الحياة ويذهب إلى الآخر. بارك الله فيكم. حقيقة في واقعنا المعاصر الآن يعني أصبح الإعلام متاح وفي يد، نستطيع أن نقول كل فرد، يعني من خلال جهاز الاتصال الذي بيده ووجود هذا الفضاء. الحقيقة ما الدور اللي ينبع من الفرد الأريتري تجاه حقيقة إرسال رسالة أن يكون هذا الفرد إنسان حقيقة له تأثير في مجتمعه؟ كيف يمكن أن نستقل؟ كيف يمكن أن يكون كل فرد منا إيجابي ويرسل حقيقة رسالة، يعني رسالة إيجابية، رسالة تحقق وتعزز هذه المرام التي يتطلبها الإعلام كأداء لكثير من المهمات. كلمة في هذا الصدد لعل أن يعني نختم بها. بارك الله فيكم. الإعلام هو السلاح ذو حدين. نعم. المنصات هذه مثلا الآن الإعلام الآن يمكن يدخل إلى هذا الاستوديو شيخ وبعد شوية يدخل واحد آخر أيضا مناقض تماما، يعني فهو بالنهاية منصة من المنصات يعني ينقل من خلالها ما المدخلات.
خلينا نقول للأسف الشديد الآن ما نتابعه في الإعلام اللي هو ما يسمى الآن بالسوشيال ميديا، اللي هو الوسائط الاجتماعية المعروفة، سواء كانت فيسبوك أو كانت تويتر أو كان حتى أخيرا ظهر هذا التيك توك. حقيقة للأسف الشديد الشباب الإريتري، وهذه واحد يقولها بمرارة، لما ينظر الإنسان إلى التعاطي في هذه المواقع يكاد يكون الإعلام مدمر وممزق ومفتت، ممزق قبليا وممزق جهويا وممزق دينيا وممزق وطنيا. يعني يكاد الشتائم والإساءات والألفاظ حتى فيما يتعلق بالارتقاء في أدب الخلاف، يعني ليس هنالك عيب أن تختلف أنت مع الآخر بأيا كان، اختلاف ديني أو اختلاف سياسي أو اختلاف فكري، لكن كل ذلك يجب أن يساق في قالب إيه؟ في قالب يتسم بالأخلاق ويتسم بالأدب ويتسم بأنه والله يجب أن تبقي شعرة معاوية كما يقولون مع الآخر. للأسف الشديد، وخاصة خلينا نقول في إطار المكون المسلم، ربما الأمور بشكل متردي جدا، بحيث والله يعني يطلع شخص ويتكلم كلام، وهذا الكلام كلام مرسل يسيء فيه إلى مكونات قبلية أو يسيء فيه إلى رموز أو يسيء فيه إلى كذا، وفي النهاية تحصل حالة من الاحتراب الاحتراب، وطبعا هو شاعر نفسه في أمان، لا في ملاحقة ولا في قضاء ولا في شيء، وفي النهاية يجد نفسه على كل ما عنده أي. فأنا في رأيي إذا أردنا فعلا أن يكون الإعلام إعلاما هادفا كما تفضلت جزاك الله خير، إنه نحن نحدد القضايا التي نحن بحاجة إليها. اليوم نحن بحاجة فعلا إلى تعزيز مفهوم الهوية بصورة صحيحة. من نحن؟ إذا تكلمنا عن إريتريين يجب أن نحدد أنه والله الحالة الإريترية كيف تعزز. إذا تكلموا كمسلمين داخل إريتريا يجب أن نحدد كيف نعزز هويتنا الإسلامية. ما هي قضايانا سواء بمختلف اتجاهاتنا، ما هي القضايا؟ يعني اليوم تقريبا كلنا نكاد نتفق بأنه والله هنالك حالة استبداد وقيام للحريات في البلد، هنالك قيام لبناء المؤسسات في البلد، هنالك قيام للدستور في البلد، هنالك تحديات كذلك تواجهنا بطريقة أو أخرى من التحديات الوجودية اللي بين فترة وأخرى، سواء بسياسات النظام أو بسياسات الجيران. هنالك إشكالات كبيرة تواجه الناس، وبالتالي إذا حاولنا على كل أن نرتقي بهؤلاء الشباب في أدائهم ليكون هذا الإعلام الذي سخر لهم ووجدوه سهلا ميسورا، بأنه والله ما شاء الله كل واحد يستطيع من بيته زي ما تفضلت يعني يطلع إلى الناس ويقول رأيه، ويمكن في لحظة واحدة يكون 1000 شخص إريتري شغالين في اللايفات هذا. فلو كان هذا الإعلام إعلاما مرشدا وإعلاما موجها وإعلام يعزز روح الانتماء ويعزز روح الوحدة ويعزز روح التكاتف والعمل المشترك، اليوم لقطعنا في تقديري شوطا كبيرا. ولكن للأسف الشديد هذه المسألة واحدة من الأشياء المزعجة. حتى طبعا البعض يحاول أن يقول والله جزء كبير من هؤلاء قد تكون لهم ارتباطات أصلا حتى بالنظام وهو الذي يوجههم حتى يخلق حالة من البلبلة، لكن أنا أقول ليس بلازم أن تكون كلها من النظام. خلينا نقف أيضا مع أنفسنا ونرتقي بأدائنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى كذلك الحزبي والتنظيمي. في ختام هذا اللقاء الطيب الشيق المبارك، المشاهدون والمشاهدات الكرام، نشكركم على حسن استماعكم، ونؤكد حقيقة أيها الأخوة والأخوات المستمعون لنا على أن الإعلام هو كلمة، والكلمة هي يعني أمانة، وكل من يلقيها لا شك أنه يجب عليه أن يشعر أن هذه الكلمة هو يعني مسؤول عنها. ورب يعني كلمة يعني سبحان الله تهوي بالإنسان إلى النار إلى 70 خريفا. فالإنسان حقيقة هذه الكلمة قبل أن يلقيها وقبل أن يعني يتداولها ينتبه لها، هل هي كلمة نافعة؟ هل هي كلمة تعزز القيم؟ كلمة تبني؟ كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. فلنكن إيجابيين، فلنكن كلماتنا ورسائلنا وتواصلنا أيها الإخوة أينما كنتم تستمعون وتشاهدون لنا أن تكون هذه الوسائل وسائل تبني الأخوة وتعزز القيم وتوحد الصف وتجمع الشمل، وتكون بإذن الله نافعة لمجتمعاتنا، لا أن تكون كلمات كما أشير كلمات هادمة تؤدي إلى المهاترات وإلى التقاطعات وإلى الحقيقة نشر البغضاء والإحم بين الناس. فإذا هذا الإعلام هو يعني ما تيسر ونعمة من نعم الله علينا إن استغلناه فيما ينفع بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بإذن الله يعني على قدر من المسؤولية فيما نبث من كلمات ومن إعلام ومن وسائل،
إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. نستودعكم الله ونشكر حسن استماعكم لنا ومتابعتكم، كما نتوجه بعد شكر الله إلى شكر فضيلة الدكتور حسن على ما قدم. إلى لقاء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.